الجمل، هل الجمل هو البعير؟ قال تعالى في سورة الأعراف الآية رقم 40: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو كان الجمل هو البعير ليس هنالك أي علاقة بين البعير وبين ثقب الإبرة، والقرآن الكريم لا يعطي من الأمثلة في القرآن إلا أن يكون المثال متوازنا. أما أن يأتي بالبعير ليدخله في ثقب الإبرة هذا غير منسجم منطقيا. الحيوان المعروف أسماه القرآن الكريم بعير، ففي سورة يوسف ونزداد كيل بعير، وأيضا نزداد كيل بعير، والبعير إذن هو الحيوان المعروف. أيضا الجمل حسب لغة القبائل العربية القديمة والأصيلة هو حبل السفينة الغليظ الذي نشد به السفينة إلى المرساة. إذن هنا أصبح المعنى منسجما. وجمع بعير إبل، قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت في سورة الغاشية. أما جمع جمل جمالة، قال تعالى في سورة المرسلات الآية 33: إنها ترمي بشرر كالقصر. القصر هي الأفاعي الضخمة، كأنه جمالة صفر، كأنه حبال غليظة ذات لون أصفر، هذا لهب جهنم. إذن جمع جمل جمالة، جمع بعير إبل. فالجمل معناه أي الحبل الغليظ الذي تشد به السفينة وليس الحيوان المعروف.